هل أنا مجنون لو فعلًا أكو فرق بالصوت ما بين الماي الحار والماي البارد؟ هسه هذا ماي حار، سمعوا الصوت، وهذا ماي بارد، سمعوا الصوت. إذا شفتوا أكو فرق ما بيناتهم اكتبوا لي بالتعليقات. بالنسبة لي أنا أشوف أكو فرق واضح جدًا، وأقدر أميز ما بيناتهم حتى لو كانت عيوني مغمضة. فهذا الشيء خلاني أتساءل ليش أكو فرق ما بين صب الماي الحار والماي البارد؟ وأصلًا ليش الماي يطلع صوت لما نصبه داخل القلاص؟ طبعًا الماي وحده ما يطلع صوت، ولكن لما نصبه راح يبدي يتجزأ ويتكتل بسبب لزوجته وقوة الشد ما بين جزيئاته، وركز لي على هذا الشيء. ومن ينزل للقلاص راح يسحب وياه هواء وتتكون عندنا فقاعات، وهذه الفقاعات الهوائية هي اللي تطلع هذا الصوت المميز لصب الماي. والظاهر انه الحراره ايضا تلعب دور مهم بطبيعه الصوت اللي طلع الماي. فالماء الحار يكون لزوجته اقل وبالتالي يكون اكثر انسيابيه، وكذلك قوه الشد ما بين جزيئاته تكون اقل، وبالتالي الماء الحار لما نصبه راح ينزل بشكل اكثر انسيابيه وسلاسه من الماء البارد، وبالتالي ما راح يتطشر اكثر ولا راح يحبس هواء وياه، وبالتالي يطلع صوت اقل هدوءا من الماء البارد. وبعد ما شاركت وياكم كل هاي المعلومات راح اروح اسوي لي كوب شاي حار كلش، وانتم كتبونا بالتعليقات اذا ايضا تميزون ما بين صوت الماي الحار والماي البارد.